بما ان في ناس كتير اليومين دول نفسها تمشي شمال، لادد عليهم الاحكام الاسلاميه وعايزين اي حد يحلل لهم اي حاجه، انا جايب لكم النهارده شيخ الشمال، الراجل اللي هيحلل لكم الخمر. تعالوا نسمع. التحريم على السكر مش على الماده. ايوه، معنى كده ان شرب الخمر مش حرام. ما هو الايه بتقول ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم ايه؟ ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ما قالتش وانتم شارب الخمر. يا مولانا ده في كذا آية في موضوع تحريم الخمر، لأن ربنا عز وجل حرم الخمر بالتدريج ومش على مرحلة واحدة، لكن هو بيسيب كل الآيات ويجي عند المتشابه منها عشان يلبس على الناس طبعا الأغبياء. النوع دول ربنا كلمنا عنهم، قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ربنا عز وجل زي ما قلنا حرم الخمر بالتدريج على كذا مرحلة، ده لأن كتير من العرب قبل نزول الإسلام كانت قلوبهم متعلقة بالخمر، فمش من الحكمة أبدا أن ربنا يحرم الخمر مرة واحدة. ففي سورة النحل مثلا قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فإذا كان السكر عكس الرزق الحسن يبقى السكر مش رزق حسن. المرحلة الثانية في سورة البقرة قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هنا الناس تبتدي تتشكك، إذا كان فيها إثم ومنافع للناس يبقى من باب الورع اللي احنا نبتعد عنها، اكيد دي فيها شبهه. المرحله الثالثه بقى ربنا عز وجل في سوره النساء قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، عشان لما تقعد في الخمس صلوات مطلوب منك انك تبقى فايق، فده عمليا يعني يخليك تبتعد عن الخمر طول اليوم. وبعد كده جات المرحله الاخيره انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني ربنا حرمها تحريما قاطعا لا لبس فيه. التشريع اللي في الاخر انها رجس فاجتنبوه، فهل ينفع حد يشرب نجاسه طول ما هو ما بيسكرش؟ طبعا لا. خلي بالك ربنا قال انما الخمر اسم جنس مضاف ليه الالف واللام، يعني اي نوع من انواع الخمر سواء يسكر او لا يسكر. سيدنا عمر قال والخمر كل ما خامر العقل، يعني كل ما يؤثر في العقل فهو خمر. خلي بالك كل ما خمر العقل يعني اللي انا مش لازم امشي اتطوح، لا، فالحشيش مثلا ده خمر، فانا مش بمشي اتشقلب ولا اتطوح، لكن بيأثر على نضج العقل. طبعا عندنا احاديث كتيره ملهاش اول ولا اخر، لكن طبعا مولانا مصطفى راشد ما بيؤمنش بالاحاديث بتحرم الخمر قليله وكثيره، اذكر كثيره فقليله حرام. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. طبعا انت مطلوب منك تسيب كلام النبي وتمشي ورا كلام مولانا مصطفى راشد. وقال حاجه مضحكه قوي، يعني بص الراجل لما بيجي يشغل دماغه من تحت الطربوش هتفطس على نفسك من الضحك. تعال اسمع كده. الماده نفسها احنا لو حرمناها يبقى هنحرم اكل كتير ومشروبات كتير، القمح، التفاح، العصير، القصب، اي مشروبات، اي كل ده بيتخمر جوانا، يبقى ما ناكلوش ما نعملوش بقى لانه هيبقى خمر. في فرق بين انك تتناول الخمر وفي فرق بين ان الشيء يتخمر في بطنك. المحرم في الخمر انك تتناول الخمر، انك تتجرع الخمر. ربنا عز وجل قال في سورة المائدة ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. هي حاجة بتتاكل او بتشرب دي اسمها طعام في الاسلام، فانت مطالب وقت ما تدخل الحاجه ببقك ان هي ما تبقاش خمر. انت مش مسؤول بقى على اللي في معدتك يتخمر ولا ما يتخمرش. بالمناسبه ربنا قال الايات اللي انا لسه قايلها دي في سياق ايات الخمر، يعني المحرم انك تطعمها، انت مش مسؤول هي تتخمر في بطنك ولا لا. ثم انا تتبعت المساله دي وسالت اطباء ومشيت وراها، لقيت ان المعلومه دي اصلا خطأ. خمره هي تحويل السكريات في الطعام او في الشراب الى كحول. الجهاز الهضمي اصلا لما انت تاكل الحاجه او تشربها بيكسر السكريات دي، فما عندوش ماده يحولها لكحول. ثم حتى يا عم الشيخ مولانا مصطفى هو مش الاشياء لما بتتخمر محتاجه وقت، ده في حاجات بتتخمر بعد 3 4 5 ايام. في حاجه اسمها عمليه اخراج، ولا انت يا مولانا ما بتعملش بيبي ولا ايه حالك؟ يعني فهمنا. مع ذلك مولانا الشيخ مصطفى راشد ما حبش برضو يزعل البنات اللي بيحبوا يلبسوا مايوهات، فقال بعد ما حلل الخمر يعني الناس نحللهم المايوهات.
تعالوا نسمع. يبقى بنقص. مم. طب مش هيلفت نظره ويبقى عادي، يبقى خلاص ده يمشي مع المكان. يعني تقصد دلوقتي انه لو رحت مكان زي جزر المالديف مثلا، كل الناس قلعوا ولابسه بالظبط مايوهات، كده. عادي اقلع والبس مايوه، ده مش حرام. لا مش حرام لانه ما فيش نص بيحرم. لا مولانا، ده انا كنت متخذ قدوة وربنا يسامحني على الكذب ده. ازاي ما فيش آية في القرآن لا تحرم لبس المايوه يا مولانا؟ لما ربنا بيقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بالك الخمار في اللغة العربية هي اسم لكل غطاء. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ايه؟ خمروا آنيتكم، يعني غطوا الآنية بتاعتكم. الخمر سميت خمر لأنها تخمر العقل، يعني تغطي العقل. ربنا عز وجل بيقول للنساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني غطوا نفسكم. تيجي تقول لي لا، في السنة ان النساء كانت بتبين بعض عنقها وصدرها، فربنا بيقول لهم اضربوا الخمار على الجيوب. ما هو مولانا الشيخ راشد اصلا ما بيؤمنش بالسنة. ده كان ربنا امر النساء وعايب عليهم ونقدهم ان هم بيبينوا بعض الرقبة، فقال لهم وليضربن بخمرهن على جيوبهن. من باب اولى ان ده دليل ان المرأة لا يجوز لها ان تلبس المايو. كانت بعض الخزعبلات والتخاريف بتاعت مولانا الشيخ مصطفى راشد وانا رديت عليها النهارده. لو عايزيننا نكمل سلاسل زي كده قولوا لنا ونكمل فيها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.